شفتي العنوان والمينياتور اكيد تكون عرفتي علاش غندوي في هذا الفيديو. بكل بساطه غندوي على الصراع الالتراس، السلسله اللي كتعجبكم كاملين. وفي هذا الفيديو غندوي على ابرز الصراعات بين الوينرز والكورفا السود التونسيه. فبما ان الوداد لعب ضد الترجي في اللقاء الذهاب والاياب في مسابقه جديده، ولا اثر بعض الاحداث اللي جمعت هاد الاخيرين ماشي غير في هاد الماتشات اللي فاتوا، بل غنقول لكم حتى ابرز الاحداث اللي جمعت بين الوينرز والكورفا السود التونسيه، وغنذكروا الكلاشات والصراعات اللي كانوا واللي باقي لحد الان، ونشرحوا واش طرا. فالا بغيت تعرف تبع معايا الفيديو كامل من الاول حتى الاخر، وما تفوتش حتى دقيقه باش تمشي معايا مزيان في الفيديو وفي الاحداث. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تحط لايك للفيديو وتابونا معنا في القناه باش تنضم معنا العائله الجديده ديالنا، واكتيفي الجرس باش اي جديد يوصلك انت الاول. وما تنساش تكتب لي اسم الالترا بغيتيني ندوي عليها في الفيديو الجاي، انا على رهن الاشاره. قبل ما نتعمقوا في البدايه ديال الاحداث والصراعات، غنعرفوا بهاد جوج جروبات كفكره عامه. الالترا وينرز التراس اللي تاسست في 2005 ومن تما وهي مسانده لنادي الوداد الرياضي في اي بلاصه فين ما مشات، سواء داخل المغرب او خارج المغرب. والكورفا السود التونسيه اللي فيها جوج جروبات اللي هما التراس زامباتيستا والمكشخين. وهاد الجروبات اللي كيشجعوا ويساندوا الترجي التونسي، وحتى هما كيشجعوا الفرقه ديالهم في السراء والضراء، وهذا الشيء واجب على الفيراجيست. نرجعوا للور شويه ونشوفوا كيفاش بدا الصراع. اولا هذا الصراع بين الوينرز والكورفا السود التونسيه ما بداش في 2019، فراه بدا قبل. وهاد العداوه بدات في 2009 فاش الوداد لعب في تونس ضد الترجي وهبطوا الجمهور ديالهم وضربوا اللعابه ديال الوداد، وزاد ترونت في 2011 نفس الشيء طرا. ومن تما الصراع بين هاد الجوج الجروبات بدات غادا وكتكبر. من بين الصراعات اللي بيناتهم كاين الكلاشات، وغنمشيو ديريكت ل 2019 في الجمهور ديال الوداد. الوينرز جاوب كتافا مدينه الرباط في مركب مولاي عبد الله بالرباط، جاوب باداه غفيره، وهذا الشيء ما غينسيناش في الكراكاج اللي داروا في التيران اللي غطى الفيراج كامل. والوينرز عزات ميساج المعنى ديالو اننا لم نهدر ونستولى على دمائكم، ولكننا نركز لاستيلاء اهل الذهب. والذهب هنا اللي قصدوا به هو العصبه دوري ابطال افريقيا. وفي الشوط الثاني الوينرز عزات ميساج اخر للضيفه الاخرى، هذا الميساج اللي فيه حكايه الشيوب والرفاق احدث تاريخا كله اختلاف. وباش تفهموا هذا الميساج، شيبوب كان رجل اعمال تونسي كان تولى رئاسه فريق الترجي من 1984 ل 2004، وكان معروف باللي كانوا عنده علاقات مع الكاف ودائما كيلجا للخبط الكروي باش يدي الالقاب. وهذا الرئيس اللي دا مع الفريق ديالو 7 ديال الالقاب قاريه في 5 سنوات، وهذا الشيء شي حاجه كبيره. الوينرز بغات تفكر الجمهور ديال الترجي ان دوك الالقاب مسروقين وداك الرئيس كان كيعتمد على المعرفه. والوينرز ما اكتفاتش غير بدوك الميساجات، بل زادت ميساج اخر واللي كيعني انكم نتوما ديما منوضين الصداع في الفيراج ديالكم، وبقوه لي زولترا اللي عندهم في الكورفا كينوض عندهم الصداع. والوينرز بطحات على ان الكورفا السود ديالهم كيفتقدوا عقليه الالتراس. وفي الضيفه الاخرى جاو الجمهور ديال الترجي للمغرب في الحضور اللي كان محترم، وفين داروا الكراكاج بالصفر والاحمر وتسالى الماتش بواحد لواحد. نادي الوداد الرياضي من الظلم اللي كان في التحكيم تجاه الوداد.
الوينرز تنقلات باعداد غفيره باش يساندوا الفريق. المهم الهدف كان كالاتي: الكره تسونطرات في اتجاه الكرتي، والكرتي خشى فيها راسو وهو البيت الاول للوداد. كلشي كان فرحان في داك البيت، حيت جبنا التعادل ولو ما كافيش، ولكن الحكم الفاسد كان عنده راي اخر وقال البيت ما محسوبش. وبقاو هكا اكثر من الساعه والماتش كاع ما ملعوب، وحتى صفر الحكم واعلن ان الترجي هو اللي غادي يدي الكاس. وتخيل معايا ماتش في النهائي دوري ابطال افريقيا والروينه، وفي الاخر الفار ما كاينش. ترى هادشي ما كيدخلش العقل اصاحبي. واش تعقلوا على داك الميساج اللي هزاتو الوينرز قبل سيمانه في مركب مولاي عبد الله؟ راه شرحت لكم المضمون ديالو يلاه دابا شويه، على ان الترجي فريق فاسد، وهادشي اللي طرا في داك الماتش نيت. يعني الوينرز ما كانتش غداويه وصافي، بل كانت غير الحقيقه. شرى الوينرز في واحد الماتش. مور هاد الفضيحه كامله كانت هز التيفو كيحمل كلمه فيردل، يعني الحكم او التحكيم. ومور هاد التيفو طروات ديال اللي جسدوا فيه الصوره ديال الكرسي كيضارب الكره براسو. يعني الوينرز بغاو يبينوا على ان داك الماتش عمرو غيتنسى وغيبقى في البال. وفي 2020 كان ماتش بين الوداد والنجم الساحلي،
في نفس الملعب اللي هو الرادس، والوينرز كعادتها غادي ديبلاصاو باعداد غفيره، واي بلاصه مشاو ليها خلوا الاثر ديال المرتم في اي بلاصه، وفي المعقل ديال الترشي وفين كان تيفوز فوالا عملاق بكل ما تحمله الكلمه. واكيد بلا ما نساو الباشاج اللي كان في الكرياج، عكس شي وحدين اللي باشاو 5 دقائق وما كاملاش غير باش يتصوروا ويحيدوه. وبلا ما نساو كيفاش دخل الباص. المهم الوينرز طلع التيفو عملاق اللي غطى الفيراج كامل. وهاد الثنائي غادي تلاقاو عاوتاني في كاس السوبر ليغ الافريقي، ذهاب واياب. الذهاب كانوا الجمهور ديال الوداد حضروا بكثافه في ذاك الماتش، وهذا الشيء عند الوداد كيوالو. المهم الترجي جابوا الباص ديالهم ولكن مباشره مع سجلات الوداد البيت وصلهم الصعد هما يجمعوا الباص ديالهم. وبلا ما نساو كيفاش جا الباص ديالهم عن طريق واحد اللاعب، وهذه علامه استفهام كبيره. المهم في الضفه الاخرى يعني وينرز دارت كراكاج مهيب واللي غطى الكورفه كامله، وصل الماتش ب1-0 لصالح نادي الوداد الرياضي. وفي الاياب عرف الجمهور ديال الوينرز التنقل للرادس مره اخرى، والكورفه التونسيه هزت تيفو فيه واحد الكلمه واللي المعنى ديالها هو الموسم الصياد، والوسط حاطين اللوغو ديال البطه وبغاو يعنيو على الوداد هادي، ومنيشن على الوداد على انهم غادي يكسبوا داك الماتش، ولكن كان العكس والكماله في راسكم. المهم هادشي اللي كان في هذا الفيديو. عجبك الفيديو حط لايك، ما عجبكش تا هو حط لايك، وان شاء الله غادي نديرو بزاف ديال الفيديوهات من هنا لقدام. فقط كلمة تشجيع راه كافية باش انه نزيدو لقدام ان شاء الله ونلوحو بزاف ديال الفيديوهات. وكان معكم ياسين والسلام عليكم.